سيادة العميد دكتور عبد الناصر فرزات، الوقت داهمنا. يعني كيف تقرأ إعلان رفض حكمة الهجري للحل في السويداء باختصار لو سمحت؟ في الحقيقة رفض حكمة الهجري وزبانيته لهذا الاتفاق أو لخطة الطريق هو عبارة عن يتكلم باسم مشغليه من إسرائيل لرفض هذا الاتفاق والسير بسوريا نحو خطى مجهولة. ولذلك ننصح الآلنة في السويداء وخاصة النخب السياسية أن تأخذ دورها الفعال في تقرير مصير السويداء كجزء لا يتجزأ من سوريا، وأن تدع حكمة الهجري لأمور شيخ العقل والدين والإدارة الأمور الدينية في السويداء، وأن نفصل السياسة والسياسة الدينية لشيخ العقل عن مستقبل السويداء. وفي السويداء أهلنا القادرون على تنفيذ ذلك والسير بالسويداء نعم. إلى خطى صحيحة نحو وحدة سوريا. ونحن شعب واحد، لا تفرقنا الأيام ولا تفرقنا الأجندة مهما كانت ومهما بلغت، نعم وهذا نعم التاريخ سيادة يشهد العميد. على ذلك كما أسلفنا. نعم، أخيرا أستاذ عمار، وكما تحدثنا